يلا نعمل بط بالبرتقال ده. مناسب طبعا لسفرة اول يوم رمضان، ما ينفعش سفرة اول يوم رمضان من غير بط. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بألف خير يا رب. يلا نعمله مع بعض، حلو قوي. انا بحب اصلا البط بالبرتقال، بالنسبة لي بيبقى طعمه احلى كمان من البط العادي. بنعمل هنا محلول نقع للبطة. يعني حطينا فيها، يعني بنغطي البطة بالمية، وبعدين بنحط حوالي 4 معالق كبار ملح، 4 معالق كبار سكر، عصير ليمونتين بقشرهم، برتقان مقطع، قشر يوستفندي، بحط روزماري فريش، قرفة، قرنفل، حبهان صحيح وحبهان بودر، وجنزبيل بودر. ونحطها في التلاجة يعني حوالي مثلا بتاع 12 ساعة. وبعد كده بقى هنعمل التتبيلة دي للبطة. احنا التتبيلة دي بصل وتوم، وحوالي عصير 2 برتقان، عسل، قرفة، جنزبيل، بابريكا، بهارات مشكلة. انا حطيت هنا بهارات لحمة على بهارات فراخ، ملح وفلفل، عسل، حطيت هريسة شطة وشوية خل. وبعد كده هنضربهم في الكبة، ونحط بقى نغطي بيهم البطة كاملة، بقى ندخلها حتى جوه البطة كده، ونعمل بيها البطة كاملة. وبعد كده بقى ندخل جوه بقى في البطة قشر برتقان وروزماري فريش، ونقفل البطة حلو من عند رجليها. وبعد كده بقى ندخلها التلاجة، نسيبها مثلا في التتبيلة دي ممكن 12 ساعة كمان، ممكن مثلا حوالي 6 7 ساعات كمان. المهم يعني ايه، ما نطولش على البط في التلاجة عشان ما يبصش البط بيشيل في الايام دي. بعد كده بقى نجيب كيس حراري، هنحط في كيس حراري ده خضار. بصل، انا حطيت هنا فيه بصل وبطاطس وجزر وروزماري فريش. وبعدين بقى هنحط حوالي عصير كوباية برتقان، مدوبة فيهم حوالي معلقة عسل، نحطها كده نسقي بيهم البطة. بعد كده بقى نقفل عليها بقى حلو، ونفتح فتحات كده علشان الكيس ما يفرقعش مننا في الفرن. هندخلها الفرن اول ربع ساعة على درجة حرارة اعلى درجة حرارة، يكون في الفرن مسخن قبلها. وبعد كده بقى نوطي درجة حرارة ونسيبها تستوي بقى مع نفسها. يعني بتاخد حوالي، يعني على حسب حجم البط، يعني دي مثلا كانت حوالي 2 كيلو ونص، خدت حوالي ساعتين ونص وطلعت دايبة خالص وحلوة. بعد كده بقى ما تخلص هنجيب الجوس اللي موجود في الكيس، نسقي بيه البطة كده من فوق ومن تحت، ونحمر بقى وشها تحت الشواية. وبس كده بألف هنا.